سأحكي لكم اليوم عن 10 أشياء مذهلة لن تروها إلا في دبي. في المركز العاشر، مسافرون مميزون. من المألوف في مدن العالم أن ترى بعض الأشخاص يقومون بقيادة السيارة وقد أجلسوا بجانبهم كلابهم الأليفة أو قططهم المدللة. في دبي يحدث ذلك أيضا، لكن بشكل مختلف، فهم يسمحون لحيواناتهم الأليفة بالركوب في المقعد الأمامي للمركبة والاستمتاع بالنسيم العليل القادم من النافذة. لكن إن اقتربت لتلقي نظرة على ذلك المدلل الجالس في الأمام، فقد تجد نفسك وجها لوجه مع حيوان الفهد أو ربما أسد أو نمر. في المرتبة التاسعة، نجوم عالميون يحيون حفلات خاصة. من المسارح الخاصة ببعض الأمراء إلى حفلة خاصة بأحد المعجبين، قامت مادونا بإحيائها مقابل 5 ملايين دولار أمريكي. يبدو أن أثرياء دبي لديهم أسلوبهم المميز في التسلية. في العام 2011 تغلب الشيخ منصور على كل الآباء عندما قام باستقدام كاني ويست لإحياء حفلة عيد الميلاد ال16 لابنة أخيه. وفي الوقت الذي يعبر فيه الأثرياء حول العالم عن حبهم لأولادهم بشراء هدايا ثمينة كالسيارات والقوارب وغيرها، قرر الشيخ أن يبذل 6 ملايين دولار أمريكي لقاء تلك الحفلة التي جعلت حفلات الميلاد الأخرى تبدو خجولة. في المرتبة الثامنة، تجربة فريدة تحت الماء. يوجد بداخل سوق دبي مول حوض مائي عملاق بعرض 32 مترا وارتفاع 8 أمتار، ويسمح ذلك الحوض المائي للزوار باستكشاف الحياة البحرية من خلال نظرة جذابة وفريدة. ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضا الغوص والسباحة جنبا إلى جنب مع الأسماك والشعاب المرجانية داخل الحوض المائي، بينما يقضي بقية أفراد العائلة وقتهم في التسوق. إن كنت تبحث عن إحساس أعمق بالحياة البحرية، فمدينة دبي على استعداد لتجلب لك البحر وأسراره إلى فراشك. الغرف المتوفرة تحت الماء في فندق أتلانتيس تبلغ تكلفتها 8200 دولار لليلة الواحدة، حيث الغرف بالكامل من الأرضية إلى السقف عبارة عن حوض مائي عملاق يمنحك إحساسا فريدا بالحياة تحت الماء واستشعارا للعبارة التي تقول النوم مع الأسماك. في المرتبة السابعة، مكائن صرف الذهب. هل حدث أن خرجت من المنزل لقضاء ليلة كبيرة لتكتشفي أنك قد نسيت ارتداء بعضا من مجوهراتك المفضلة؟ إن ذلك لا يمثل مشكلة على الإطلاق. إن كنت من سكان مدينة دبي، فكل ما عليك فعله هو زيارة سريعة لإحدى المكائن الآلية لصرف الذهب لشراء بعض المجوهرات الذهبية الجديدة. يمكن لتلك المكائن أن تمنح سبائك ذهبية وعملات معدنية وحتى مجوهرات يمكن ارتداؤها لتغطي كل احتياجاتك من الذهب. أصبحت تلك المكائن كثيرة الاستخدام، حيث يتم إعادة ملئها بالذهب مرتين كل أسبوع، وهناك خطط لوضع المزيد منها في مدن عالمية أخرى. في المرتبة السادسة، دبي جنة السيارات الخارقة. في دبي يمكنك رؤية السيارات الخاصة والمعروفة عالميا بشهرتها وغلاء ثمنها في كل مكان تذهب إليه، حيث تستخدم تلك الأنواع المميزة من السيارات لأداء الكثير من الوظائف إضافة للاستخدام الشخصي. فالسيارات المعدلة لتناسب الاحتياجات الشخصية للأفراد والسيارات المطلية بالذهب متواجدة بكثرة في شوارع دبي. حتى شرطة دبي لديها نصيبها من تلك السيارات الفارهة، حيث يمكنك رؤية ضباط الشرطة يقودون سيارات من طراز موستانج وكاماروس وكذلك لامبورغيني وفيراري. في المرتبة الخامسة، أكبر جزيرة من صنع الإنسان في العالم. لو سافرت بالطائرة إلى دبي وحدث أن ألقيت نظرة من نافذة الطائرة، فسوف ترى الكثير من المناظر المميزة في الماء بالأسفل، حيث العديد من الجزر الصغيرة منتشرة بجانب الشاطئ، بعضها على شكل شجرة النخيل والبعض الآخر بشكل كوكب الأرض، وأخرى تمثل رسما لمجرة درب التبانة. المشكلة الوحيدة هو أن الجزر تم بناؤها من الرمل، وهناك مخاوف من حدوث بعض التآكل على المدى الطويل. ومع ذلك يتزاحم المشاهير وأثرياء العالم للسكن في إحدى فيلل ومنازل تلك الجزر الباذخة، والتي تحتوي على 4000 فيلا و5000 منزل. في المرتبة الرابعة، منتجعات التزلج الداخلية.
قد يكون آخر ما تتوقع رؤيته في منطقة الشرق الأوسط المعروفة بحرارتها وجفافها هو منتجع للتزلج على الثلوج. لكن إن قمت بزيارة سوق الإمارات مول، فستتعرف على منتجع دبي للتزلج، والذي يوجد بداخل مول الإمارات. ليس ذلك فحسب، بل في المنتجع أيضا يمكنك رؤية البطاريق المنتشرة في بعض أرجاء المنتجع لتكتمل الصورة. في المرتبة الثالثة، مباراة تنس بين السحاب. إن كانت مباريات كرة المضرب هي جل ما يشغل بالك، فلا تقلق. فندق برج العرب في دبي يقدم لك ما تريد بأسلوب مميز كعادة المدينة المتميزة دائما. المشكلة التي قد تواجهها في اللعب في ملعب فندق برج العرب هو عدم القدرة على التركيز والتأقلم في ذلك الملعب، فاللعب هناك يعني أن تلعب على ارتفاع 1000 قدم في الهواء. المناظر من هناك لا توصف. يتم استخدام الملعب في أغلب الأوقات كمنصة لهبوط طائرات الهليكوبتر، ومع ذلك فأي أحد يمكنه الاستمتاع بمباراة تنس في ذلك الملعب إن أراد ذلك مقابل بعض المال. في المرتبة الثانية، أطول بناية في العالم. الحديث عن أطول بنايات العالم دائما ما يقودنا إلى دبي، وبالتحديد برج خليفة، والذي يعد حاليا أطول مبنى في العالم بطول 2717 قدما، أطول ب600 قدم عن ثاني أطول بناية في العالم. الهدف الرئيسي من بناء ذلك المعلم هو جذب السياح والاستثمارات التجارية من مختلف مناطق العالم. في المرتبة الأولى، مدينة الطقس الذكي. مدينة دبي التي لم تكتف بأطول برج في العالم وأكبر جزيرة من صنع الإنسان، تستعد لبناء أول مدينة داخلية يتم التحكم بدرجة حرارة الطقس فيها. المدينة التي تحمل اسم مول العالم ستكون بلا منازع أكبر مركز للتسوق والمتعة في العالم. ستحتوي المدينة ذات مساحة 48 مليون قدم مربع على حدائق للراحة والتسلية مغطاة بالكامل، وفنادق ومجمعات سكانية. عند اكتمال هذا المشروع سيكون من الممكن لملايين السياح والزائرين التنقل والاستمتاع بأوقاتهم بعيدا عن طقس الصيف القاسي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم. تريدون الإبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحيد مجلة الوثائقيات. انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك. مجلة الوثائقيات، في كل لحظة جديد.